رغم ان انا مولودة في قرية وبعتز بده وبفتخر بيه وعمري ما نكرته في يوم من الايام ولا هنكره، بس عندي شوية تحفظات على اهل القرى والعيشة في القرى. اكتر حاجة قابلتني انا شخصيا وانا كنت من مواليد القرى ان في بعض الناس كده ما بتسيبش الناس في حالها وبيتكلموا عن الناس كلام غريب. يعني انا بسمع عن نفسي كلام انا اول مرة اسمعه واعرفه عن نفسي اصلا، وكلام اتقال على لساني انا ما قلتوش ومعرفش حاجة عنه، جابوه منين انا معرفوش. ودايما في واحد قال لنا، في واحد بيقول، في واحد قال. دي الجملة دي على طول بيستعملوها لما يحبوا يتكلموا في موضوع والشخص اللي هو صاحب الموضوع او الاساس المنبع بتاع الكلام مش معروف، فدايما في شخص قال ده. بيقولوا كلمة بيقولوا دي على طول الوقت موجود. وكل كوم والحسد كوم. يعني مثلا لو لقوا حد مشنوق مش هيقولوا يا عيني ده مشنوق، هيقولوا بصوا الحبل اللي بتشنق بيه ده، الحبل ده غالي، يا ترى جابه منين قبل ما يتشنق. في حكمة بتقول لا تسكن القرى فيضيع علمك، من أراد العلا هجر الريف فإن الحسد فيها ميراث. يعني أنا هتكلم عن نفسي ماليش دعوة بحد. أول ما عملت قناة، الكلام ده كان من 7 سنين على اليوتيوب، كانت كل الناس بتهاجمني، وانتي ازاي تعملي قناة وليه تعملي قناة وفين أهلك وفين جوزك وفين 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 وفين. بعد ما نجحت، بعد تعب 7 سنين، بعد ما وصلت، الناس اللي كانت بتهاجمني بقت بتتقرب ليا، بقت عايزة تعمل زيي، بقت تقول لي أنا علمينا أو علميني، مع إن دول اللي كانوا بيهاجموني. فالنجاح في القرى أو بداية مشروع جديد حاجة من أصعب حاجة ممكن تقابلوها. انتوا عارفين المقولة بتاعت من أراد العلا هجر الريف؟ اتقالت من 1200 سنة، ومع ذلك لسه المقولة دي منطبقة على الريف والوضع ما اتغيرش، وما اعتقدش ان هو هيتغير. وللاسف الصفة دي مش هتتغير، لان دي صفة موجودة في القرى وفي الارياف، يعني في المجتمعات المغلقة عموما بيبقى صعب التغيير فيها. ده مش معناه ان الريف وحش واهل الريف وحشين، بالعكس فيهم صفات كتير جميلة مش موجودة في المدن، زي الشهامة، زي الكرم، حاجات كتير، التمسك بالدين، في حاجات كتير حلوة احنا بنتمسك يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الحاجات السيئة في بعض الناس، برضو مش كل الناس كده. ودايما اللي بيتكلم على نقطة فيها حاجة سلبية ده حب، ان هو مش حابب ان اللي قدامه يبقى فيه النقطة دي. أسوأ حاجة في الريف ان لو في حد عنده طموح وعايز يبقى اعلى من المجتمع اللي هو فيه، وعنده فكرة جديدة وفكرة غريبة وفكرة متميزة بس هم مش متعودين عليها، يبصوا له ويعاملوه على انه هو شخص شاذ في وسطهم، ويفضلوا يحبطوا فيه لحد ما يفقد الرغبة في الفكرة اللي هي عنده دي، علشان يبقى شبههم، يبقى زيهم، ما يبقاش مختلف عنهم. دايما المختلف حتى لو المختلف ده مختلف في الافضل، اللي هو لا انت كده وحش، انت لازم تبقى زينا، لحد ما يجيلك احساس ان الغلط فيك انت، العيب فيك انت. لان اهل القرى ما تعودوش على كده، اهل القرى تعودوا ان هم ما يفكروش غير في الضروريات وبس، يمشوا بالرتم اللي هم متعودين عليه دون الخروج عن المألوف، واللي يخرج عن المألوف يبقى شخص غريب الأطوار. ده غير التركيز في حياة بعض. يا الله يا الله على كده، دي راحت فين؟ دي جت منين؟ هي كل ده كانت بره؟ دي راجعة بتوك توك، دي كل يوم والتاني واخدة توك توك وبتدفع له قد كده. هي يا اختي جوزها بيقبض قد ايه عشان تدفع كل ده للتوك توك؟ ده بتصرف وما بيهمهاش. دي راجعه وفي ايدها شنطه سودا، يا ترى معاها ايه في الشنطه السودا؟ ومش بعيد يوقفوكي يقولك انت معاكي ايه، ولو اتهربتي من السؤال وما رضيتيش تردي تقولك انت ما بترديش عليا ليه، انت معاكي ايه؟ وكأن ده حق مكتسب ليها ان هي تعرف انت جايه من بره جايبه ايه، ولو قلتي انت جايبه ايه جبتيه منين، جبتيه بكام. ويا الله على كمية الحقد لما حد يشوف حد جاب حاجة جديدة أو عمل حاجة حلوة، ويفضلوا يبصوا لبعض ويتكلموا عليه، وفلان جاب وفلان عمل، وجاب ده كله ليه وجاب ده كله منين، وبيجيب وبيصرف كده وما بيهموش ومش شايل الدنيا هم. كمية حقد رهيبة وتركيز في حياة بعض فظيعة، وطول الوقت حاطين الناس في مقارنات مع بعض.
يعني فلانة بنت فلان اتخطبت وجالها في الخطوبة مش عارفة بقد ايه دهب، فلانة جالها بقد ايه دهب، لا علانة بقى جابت كام ملاية في الجهاز، ترتانة بقى جابت كام سجادة. هو انتوا ليه ما جبتوش زي فلانة؟ هو انتوا ليه موديين العفش ناقص؟ هو انتوا ليه موديين الشوار ناقص؟ لا ده احنا لازم في الفرح نعمل ونسوي. هي بنت فلان احسن مننا لما عملت كده؟ لا لا لا، احنا مش اقل منها في حاجه، والنبي لا نزود عليها كمان شويه. واللي اتجوزت ده جوزها مريحها ومهننها وجايب لها الحلو كله، واللي جوزها بقى معذبها وبيغضبها ده كل يوم راننها علقه وموديها عند اهلها ودمعتها على خدها، وحماتها وعمتها عاملين ومسويين فيها. واللي اتجوزت ها يا اختي مفيش حاجه جايه في السكه، شد حيلك بقى عايزين نفرح بيكي، جابت بنت، ها امتى هتخوي البنت دي؟ احنا عايزين ولد، لا احنا بنحبش البنات. واللي تجيب ولد مش هتجيبي بنت كده تبقى حنينه عليكي، اصل الولد للكفن والبنت للعفن، اوعي تسيبي نفسك كده من غير بنت. اما بقى لو غلطتوا غلطه حياتكم وفكرتوا كده ان انتوا تبقوا في حالكم وملكوش دعوه بالكلام ده كله، ولا تسالوا حد ولا تجاوبوا حد عن تفاصيل حياتكم وتعيشوا حياتكم كده، ده انتوا متعاليين، ده انتوا متكبرين، ده انتوا مش حاطين هنا. انتوا ايه؟ مش عارفه جمله انتوا مش حاطين هنا ايه؟ مش حاطين هنا دي وبنت خبيثه ومش صريحه وسهنه كده في نفسك. فبالنسبه لهم علشان تبقى حد كويس وحد تمام لازم تديهم كده تصريح وترخيص كل يوم عن نفسك، هتعمل ايه، هتروح فين، هتاكل ايه، هتشرب ايه، اشتريت ايه، بعت ايه، تفاصيل يومك وحياتك ايه. غير بقى الستات الكبار اللي كل يوم ينصبوا النصبة ويقعدوا كده ايه قدام البيوت يحكوا في المحكي، كل يوم يحكوا اللي حكوه يرجعوا يحكوا تاني يوم. ويا سلام بقى لما كل واحدة تحط التاتش بتاعها وكل واحدة تزود كده على الكلام شوية وعلى الكلام بهارات، وأي حاجة موقف يحصل لازم البلد كلها تكون عارفاه، وعلى ما يخرج من مكانه لحد ما يلف البلد كلها يا ريته بيلف البلد كلها كده زي ما هو، لا بيتحط له تحابيش وبهارات وحاجات والموضوع بيتشقلب 180 درجة. امال احنا هنضيع وقتنا في ايه؟ احنا هنحكي على مين؟ احنا هنتكلم على مين؟ لازم نجيب حد نتكلم عليه ونقطع في فروته ونزود على الكلام كلام، لازم نسلي نفسنا برضو. الاجيال الصغيره الجديده بتحاول ما تبقاش كده وبتحاول تطلع من الدايره دي بتاعه الناس الكبار، بس للاسف مع الاختلاط ومع ان الناس الكبار ما بيسيبوش الصغيرين يطلعوا عن العادي والمألوف بيرجعوا يتطبعوا بنفس الطباع. فيا ريت يا ريت الصغيرين في السن يحاولوا يوجهوا الكبار ويقولوا لهم يسيبوا الناس في حالها، وان ده مش صح وان ده حرام، ومحدش يحسد حد على نعمة معاه، محدش عارف ربنا خد من البني ادم ده ايه علشان يديله قصادها ايه، محدش عارف البني ادم ده تعب قد ايه عشان يوصل للي هو فيه. واي حد عنده حلم واي طموح لازم يرجع للمقولة بتاعت من اراد العلا هجر الريف لأن الحسد فيها ميراث. الكلام ده احنا قلنا من 1000 وكذا سنة وما زال موجود، أكيد مش هيتغير بين يوم وليلة، والناس طباعها مش هتتغير بين يوم وليلة. وارجع واقول ان برضو القرى فيها مميزات وفيها حاجات مش موجودة في المدن، ومش معنى كلامي ان انا بنتقد القرى او بكرههم او ما بحبهمش، بالعكس، بس دي بعض الحاجات اللي بتضايق الواحد قوي في القرى ونفسه ان هي تتغير وللأسف ما بتتغيرش. قولولي الكلام اللي انا قلته ده صح ولا انا افتريت عليهم بزيادة؟ قلت دردش معاكم وانا بشطب المطبخ وبعمل روتين المطبخ، يا رب كده دردشتي تكون خفيفة